قطع المواد بقى للناس المحترفين. هقرا أفكارك من غير ما أبذل أي مجهود. جاهز؟ يلا بينا. أول حاجة فكر في رقم من 1 ل10. فكرت؟ اضرب الرقم ده في 9. ضربت ولا متلخبط؟ لو متلخبط امسك آلة حل. طيب امسك الرقم ده واجمع أرقامه. شوف اللي طلع لك واجمع أرقامه. جمعت الأرقام بتاعته لما الرقمين اللي ظهروا لك اجمعهم الاتنين. جاهز؟ اطرح من الرقم اللي طلع لك ده اللي انت جمعته ده، اطرح منه 5. هنكتب لك الحروف. طبعا الحروف بالانجليزي الايه بتاخد 1، البي بتاخد 2، ترتيبهم يعني. السي 3، الدي 4، وهكذا نشغال. الناتج اللي طلع لك ده هات لي منه دولة مشهورة جدا، وعلى فكرة دولة أوروبية لو تفكر كمان. جبتها؟ خد آخر حرف في الدولة دي، وده هتلاقيه اسم حيوان جه في دماغي دلوقتي. بلاش تفكر في التفكير التقليدي، هتكون ناس عارفين انك تفكر فيه دلوقتي. فكر في حاجة أصعب عشان أقرأ أصعب. فكرت؟ النتيجة الأخيرة كونغور في الدنمارك. لو صح اكتب تمام، لو مش صح يبقى انت كده فكرت في التفكير التقليدي، وهو كلب. سلام.